يلا بينا نسيح الزبدة البلدي زي الأصول ما بتقول. أنا حطيتها هنا في الحلة. الزبدة معايا اهي. أهم حاجة في الزبدة إن إيدك تبقى فيها على طول وتفضلي تقلبي فيها. أنا ما بسيحش الكمية بتاعتي كلها على بعض، أنا بجيبها كلها على بعض أشيلها في الديب فريزر وبعدين أسيحها يعني على قد كل فترة. اهم حاجة ان ايدك تبقى فيها على طول عشان ما تتلسعش منك من تحت وتستوي معاكي كويس. كده الزبدة ساحت معايا خالص اهي. اسيبها بقى وطلع الوش الابيض ده، افضل اقلب فيها لحد ما تغلي كويس. امتى اعرف ان هي استوت؟ لما هتغلي، وبعد ما تغلي الغليان يهدى خالص واحنا مع بعض. كل ده انا بقلب فيها. انا الزبدة بدأت تغلي اهي وانا عمالة برضو بقلب فيها، ما تسيبيهاش ولا دقيقة، مخليهاش تتلسع منك من تحت. كل ده هي لسه ما استوتش. امتى هتستوي؟ هقولك لما الفوران يجي وتبتدي تهدى. خلي بالك عشان ما تفرش منك كمان. هي بدأت تعلى معايا اهي، وطي بقى عليها. وابتدي اضيف الملح وهي بتغلي. الملح طبعا بنضيفه كمادة ايه حافظة. مادة حافظة، وكمان هتخلي المرتة بتاعتنا اللي هتطلع طعمها يبقى جميل. شايفة الزبدة عليت معايا ازاي في الحلة؟ عشان كده ايدك لازم تبقى فيها على طول، لا تفور منك، تخسري السمنة وتخسري البوتاجاز كمان. هنا الزبدة بدأت تغلي معانا اهي. الوش ده في ناس بيسموه المرطة البيضة وفي ناس بيسموه الرقروق، وبيبقى طعمه جميل جدا. احنا هنسيبها تغلي لحد ما المرطة بتاعتها بدأت تتكون اهي تحت، بس لسه بيضة. هنسيبها طبعا لما تبقى تهدي. كل ده انا بقلب فيها. طبعا المرتة السمنة دي الزبدة معايا من شهر طوبة، فانا كنت جايباها كانت لسه الكيلو كان ب150، اعتقد دلوقتي وصلت 180 و190. زادت طبعا جدا عن السنة اللي فاتت، كنا جايبينها ب90. بس انا بصراحة مبعرفش استغنى عنها الزبدة البيضة، وبجيب معاها برضو زبدة صفرا بسيحها في وقت تاني، الاتنين يسندوا بعض. كل ده الزبدة بتغلي لازم بالك يبقى طويل معاها وتستوي على راحتها عشان ما تتلسعش منك ولا تفور. طولي بالك خالص عليها، ولما تيجي تسيحي زبدتك يستحسن تكوني مش بتعملي معاها حاجة، يعني تكون هي شغلك الشاغل. احنا معاها اهو للاخر.
بدأت المرتة يعني هي تتكون بس لسه بيضة. بصي بقى حبيبتي هنا خلاص بدأت تهدى بتغلي بس كده، انما مفيش نزلت لتحت خالص في الحلة، والمرتة بتاعتها بدأت تبان معانا. طبعا البرطمانات اللي انت هتعبي فيها انا بغسلها بغسالة الاطباق عشان تطلع متعقمة. لو ما عندكيش غسالة الاطباق هتغسليها انت عادي خالص وتنشفيها. سخني الفرن واطفيه فرن البوتاجاز وروحي مدخلاها فيه، هتتعقم وتطلع. ما تحطيش ايدك فيها خالص، تبقى جاهزة متعقمة معاكي. طبعا اللي عندها الغسالة الاطباق هتحطها فيها وهتطلع هي متعقمة وتبقي مجهزة برطمانات. بص حبيبتي المرتة بدأت تطلع معايا اهي بس بيضة. انا هستنى تبقى ذهبي بس واطفي البوتاجاز لانها هتفضل تستوي، فعشان المرتة بتاعتك ما تتحرقش.